السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ودايما ان شاء الله في احسن حال. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفينو بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش مكلف خالص، بجد طريقته جميله. ان شاء الله هنعمله النهارده زي بتاع الفرن بالظبط. جربيه ان شاء الله بطريقتي وهيعجبك. لو اول مره تشوفيني ياريت تعملي لايك واشتراك وسبسكرايب للقناه. بس بقى الفينو عامل ازاي، بجد حلو جدا، طري وهش وما شاء الله عليه. هنقوله كله النهاردة بكل تفاصيله، بس تابع الفيديو للآخر. تمام. الفينو هش وطري وجميل جدا، وممكن كمان بتشيليه في الفريزر. بصي انا هفتح معاك الفينو كده وهشوف من جوه قد ايه الطراوة فيه، مش مكبوس منك خالص. بصي عامل ازاي، حلو جدا زي الفرن بالظبط. مقاديره سهلة وبسيطة جدا ومش مكلف. قومي اعملي كده بقى شوية وان شاء الله هيعجبك. بصي الفينو عامل ازاي، طبعا في البيت احسن وانضف وكمان اوفر كتير، وزي ما انت شايفة كده لونه. وهنقول كل تفاصيله كلها. بس الفينو عامل ازاي. طبعا احنا النهاردة هنعمله البيتي مان. تمام. تعالوا بقى كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا معايا هنا كيلو دقيق. تمام. اهم حاجة يكون دقيق للمعجنات. معايا هنا كده معلقتين زيت من اللي هما بتوع الاكل، ما كتريش عن الزيت لان الزيت لما بيكتر بقى عامل زي البقسماط. معايا كمان مكعب زبدة، وده ممكن تقدري تستغنوا عنه. معايا رشة ملح، معايا معلقتين لبن بودرة، معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، واربع معالق من السكر او 5. تمام. يعني لو بتحب اللقمة مسكرة شوية هتحط 5 معالق. معايا كده اول حاجة حطيت معلقتين خميرة كبار من بتوع الاكل، عليهم معلقتين لبن بودرة، عليهم معلقة بيكنج باودر، وكمان معايا 5 معالق من السكر. هنضرب المواد الجافة دي كلها، وطبعا رشة الملح، وهنقلبهم كده زي ما انت شايفة في العجين. لو ما عندكيش عجان مفيش مشكلة خالص، اعجني بايدك بس بياخد عجن شوية. طبعا مش هقدر اقولك كمية المية لان كل دي بيبقى يعني بيستهلك مية غير التاني. تمام. وهعجن بقى كده وضيت انا كده بقى العجين معايا، وهبدأ اعجن. بص العجينة كده لمت هنا خالص معايا في الزبدة هنا كده انا حطيت مكعب الزبدة بعد ما العجينة لمت معايا. وهبدأ بقى كده شغلت العجان معايا على اعلى سرعة، وحطيت معلقتين الزيت. ما تكتريش عن معلقتين الزيت، اهم حاجة هنا ما تكتريش عن معلقتين الزيت، عشان الزيت هنا لو كترتيه الفينو هينشف معاك ويبقى عامل زي البقسماط. ممكن تستغني عن مكعب الزبدة وعن اللبن البودرة، مفيش مشكلة خالص فيهم. تمام كده. هبدأ بقى انزل العجينة كده زي ما انت شايفة، وهسيبها تخمر. بص العجان فاضي ونضيفه زي الفل، ما لزقتش خالص في ايدي. العجين هنا لا بتبقى طرية قوي 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 ولا بتبقى يابسة. العجينة بتبقى حلوة، اللي هي تمسك في الايد كده ما تلزقش. وهغطيها. غطيتها كده الاول بشنطة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هغطيها على طول بفوطة. ممكن انتي تحطيها عادي في اي طبق، انا حطيتها عادي كده معايا على الرخام، مفيش مشكلة خالص معايا. تمام. كده بقى بصوا العجينة معايا خمرت ما شاء الله عليها، فارت زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بعمل بقى طبعا الفينو زي ما انا قلت لكم، هعمله حجم صغير جدا مش كبير. وهبدأ اخد بقى كده على قد ما انا عايزة، لاني هقطعه صغير. حجم الفينو هنا البتيبان بيبقى 45 جرام. تمام. انا جبت بقى الميزان كده وهوزن كل واحدة معايا.
ممكن انتي تعمليه 60 65 زي ما تحبي او 50، يعني الحجم اللي انتي عايزاه. لما بيخش الفرن وبيطلع رغيف الفينو بيبقى 40 جرام بالظبط، قبل ما بيتبخر المية اللي فيه وكده. وهبدأ اكوره كده زي ما انتي شايفة. انا هنا ما عملتش العجينة كلها، عملت شوية على قد الصاج، وبعد كده هرجع اعمل التانيين. كيلو دقيق هنا بيعمل لي حوالي 60 رغيف. وغطيتهم بقى كده بشنطة، وهرجع اغطيه وهرجع بقى اخد منهم كده واحدة واحدة. هفرد بقى كده بالنشابة، لا حطيت زيت ولا دقيق ولا اي حاجة خالص. فردت بالطول وهرجع افرد بالعرض، ما بفردش قوي. تمام. ولازم العجينة معايا يبقى سمكها متساوي، عشان ما يطلعش الرغيف حتة عالية وحتة واطية. انا فردتها كده زي شكل المستطيل بالظبط. وهبدأ بصي بقى هلف فيها زي ما انتي هتشوفي دلوقتي، بس خليتها كلها كده متساوية. بلفها لور كده، هو رفيع خالص. ما تقوليش ايه ده رغيف رفيع، لا، هو لسه هيخمر وهيزيد الضعف. بقفلها كده من تحت وابدأ الفها كده زي ما انت شايفة بايدي. تمام. والرغيف كده زي ما انت شايفة بيبقى متساوي كله. اهم حاجة اللحام دوت بيبقى من تحت مش من فوق خالص. واخدها في الصاج بتاعي. الصاج هنا انا مسحاه بمنديل فيه زيت، بس بيبقى الزيت خفيف قوي مش تقيل خالص، مش كتير يعني. هفرد معاكم واحدة تاني وهوريكم. شوفي انا لفيته على طول زي اللور كده اهوت، وهبدأ اقفل فيه كده زي ما انت شايفة. وبسويه كده من الجناب عشان يطلع كله شكل واحد. بفرد العجينة كده معايا الاول مستطيل زي ما انت شايفة، وبعدين ارجع ادوس عليها كده بالعرض. وبدأت اقفل عليها كده اهوت. تمام. وباخدها كده معايا لور، لازم اضغط عليها كده اهوت. وهبدأ احط بقى كده في الصاج. طبعا انا اول واحدة هنا كورتها هي اللي اول واحدة خدتها، عشان بصوا بيبدأ يخمر معايا تاني. تمام. وهبدأ افرد كده زي ما انت شايفة بالظبط. انا هنا مش بطول الفيديو ولا حاجة، بس انا وريتك كذا واحدة على اساس لما تيجي تعملي تبقي شايفة ازاي انا فردت. وممكن كمان يعني تستغنى عن النشابة خالص، مفيش مشكلة خالص يعني. بس هو النشابة بيبقى اوفر يعني، وبتطلعي العجينة كلها متساوية. بصوا قفلت اللحام ازاي من تحت. وهبدأ بقى احطه كده في الصاج. كده انا خلاص خلصت كله. تمام. هغطيه بقى كده بفوطة، بلاش اغطيه بشنطة او بكيس او اي حاجة، عشان لما يخمر ما يلزقش فيها. فانا غطيته كده بالفوطة. تمام. بعد كده بقى سبته كده. حطيته طبعا على البوتاجاز هنا عشان السخونية تطلع عليه فيخمر معايا على طول. هبدأ ارش عليه كده هوت بالبخاخة، رشة بسيطة، ما بدهنوش اي حاجة خالص. اهم حاجة تكوني مشغلة الفرن قبليها بربع ساعة، ويكون على اعلى درجة عندك. يعني هنا خلصت كمان التاني اهوت زي ما انتوا شايفين. بصوا الحجم اتضاعف وبقى كبير جدا ما شاء الله. حطيته بالظبط 7 دقايق، معاكي من 7 دقايق ل10 دقايق بالظبط. ما بيقعدش اكتر من كده في الفرن، وبيطلع اللون اللي انت شايفاه دوت.
بخيته كده بخة مية بالبخاخة وهغطيه برضو، هسيبه حوالي دقيقتين وهتلاقيه طري. ما تخافيش اول ما بيطلع من الفرن بيبقى ناشف، لكن لما بترشيه الرشه ديت وبتحطي عليه شنطه عشان البخار يطلع فيه فبيطرى. وبعد كده غطيته بالفوطه. بصي بقى رغيف الفينو لا لزق مني ولا اي حاجه خالص. بصي طري معايا جدا زي ما انت شايفه كده، بجد حلو جدا. بصي كله سايب من بعضه، مش ماسك ولا اي حاجه ولا لزق مني في الصاج ولا اي حاجه خالص. وهو سخن كده على طول يحطيه في الاكياس وشيليه على طول في الفريزر اول ما يبرد شويه، بعد يعني ما تغطيه. بصي رغيف الفينو مهما ادوس عليه بيرجع تاني. بس عامل ازاي بجد حلو قوي، وشايفه لونه جميل. اللي بيخلي لونه كده هو معلقتين اللبن البودره. بصي من تحت ومن فوق زي بعض بالظبط، واخد اللون المظبوط. اهم حاجه خلي درجه حراره الفرن عندك، لو هي 200 اكتر حاجه فهي خليها اعلى حاجه، لو اكتر من 200 برضو مفيش مشكله. وزي ما قلتلك كده هو بالظبط، خليه معاكي من 7 دقايق ل10 دقايق. اول ما تحسي ان هو خد لون من تحت على طول شغلي الشوايه، ما بتاخدش دقيقه. بصي الفينو من جوه عامل ازاي، ما شاء الله عليه على الفراغات، وطري وحلو قوي. حطيه على طول في الفريزر وهيطلع معاكي، سيبيه نص ساعه وهتلاقيه طري كأنك لسه عاملاه بالظبط. طبعا انت هنا عاملاه في البيت فنضيف وانت عارفه عاملاه ازاي، وحلو جدا. وبعدين مقاديره موجوده في كل بيت. بس الفينو عامل ازاي حتى لما قصيته بالمقص مهما اضغط عليه بيرجع تاني. عايزه اقولك طري وحلو جدا بجد تحفه. جربيه بالطريقه بتاعتي ان شاء الله هيعجبك. لقمه كده لما بتاكليها مسكره وحلوه قوي. بس عامل ازاي حلو قوي 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 بجد. بصي هو كله طلع حجم واحد، انا طبعا وزنه كله. طبعا لو ما عندكيش ميزان بعينك يعني هتاخدي القطعه وتبقى عارفه يعني. تمام. شايفه عامل ازاي بجد تحفه. يلا بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ولو مش مشتركه في القناه ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عايزه اقولك انا بجد الفينو ده جربته كتير جدا لحد ما وصلت للنتيجه ديت، ونتيجه حلوه جدا ومرضيه جدا بجد، وبجد والله العظيم تحفه. بصي هنا انا اول ما طلعته على طول من الفرن، وبصي ببخه كده على طول. طبعا انا اوريكم صاج واتنين وادي التالت اهو. طبعا عمل معايا كميه كتيره جدا زي ما انت شايفاه بقى كده انا هنا على طول حطاه في الكيس وهشيله بقى كده في الفريزر. حط